قناة بين سبور القطرية تفجر كارثة وليست مفاجأة. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يمنح المغرب زكاة الفطر حتى لا نقول اللقب. هذا هو العنوان المناسب. هي بمناسبة زكاة الفطر أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم منح المغرب لقب كأس إفريقيا بعد ما لم يتمكن المنتخب المغربي من الفوز باللقب عن طريق اللعب. فاز به عن طريق زكاة الفطر اللي منحها له الاتحاد الافريقي وموتسيبي. يعني كارثة بعد 58 يوم، ليس بعد 3 أيام ولا بعد أسبوع ولا بعد شهر. 58 يوم بعد تتويج المنتخب السنغالي عن جدارة واستحقاق باللقب، يأتي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ويفجر مفاجأة. بينما الناس قاعدة هلا هي بالحرب تاع إيران مع الكيان الصهيوني. المغرب إذا مبروك عليه زكاة الفطر ومبروك عليه أول لقب بالديديكاس. لجنة الاستئناف اعتبرت المغرب فائز ب3-0 وأن المنتخب السنغالي يعتبر منسحب. ربما حان الوقت لحل الاتحاد الإفريقي وانسحاب كل الاتحادات أو معظم الاتحادات التي لا تشارك في الفساد. حان الوقت لانسحاب كل الاتحادات النزيهة بداية بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، لأنه ما يحدث غريب جدا، يعني غريب وعجيب. ولا في الأحلام ولا واحد كان ينتظر هذه الجرأة من الاتحاد الإفريقي، ولا واحد انتظر هذا الخبر. سنرى ماذا سيفعله الاتحاد السنغالي بعد هذه الكارثة. إذا نعود ونقول مبروك للمنتخب المغربي أول لقب بديديكاس.